اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم خواتاتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. والفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم بأحسن الأحوال، فرحانات ومهنيات. الوصفة تاع نهار اليوم هي عبارة عن حلوى تركية بمقادير جد اقتصادية وسهلة، تقدري تخدميها في وقفة. وهذه الحلوى تجي بزاف خفيفة وبنينة ومعسلة وتصلح لرمضان، للسهرات الرمضانية. كما على بالكم في رمضان نحبوا الحاجة الحلوة. قبل ما نبدا حبيباتي في هذا الفيديو ادعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم اي جديد. باش نديروا هذا الجاتو عندنا الشربات البنات نديروا 2 كيسان ونص تاع السكر، نديروا 2 كيسان ونص تاع الماء، نفس المقادير اللي نديروهم في السكر نديرهم في الماء. وندير هاد لاطروش تاع القارص نديرها فوق النار، كي تبدا الغليه نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها. والنار لازم تكون هاديه، نقصوا لها مليح. وبالنسبه للاباط واش نديروا لها، عندي حبه تاع البيض، عندي رشه تاع الملح، عندي بوطه ياغورت اي نكهه تحبوها، نفس القيس تاع هذيك البوطه تاع الياغورت نعمرها زيت، عندي مغرفه كبيره تاع المارغرين، مغرفه كبيره تاع لافاني، ومغرفه تاع زيتو سيترون، كاس نقص اسبوعين تاع الماء كوكو، وعندي باكي تاع خميره كيميائيه، ونزيد لها مغرفه كبيره ممسوحه تاع السكر. لهنا البنات السكر انا نقصت باش ما تجينيش تقهم بالسكر. نخلط كامل المقادير ونحركهم غير بالمغرفه حتى نشوف هذيك المارغرين والسكر جميع المقادير خلاص دابوا. ولهنا عندي 2 كيسان ونص تاع الفرينه، الكاس الاول نديرو ضربه واحده ونخلط حتى نشوف كامل تخلطت. نزيد الكاس الثاني نخلط بشويه ونحرك. لهنا نستعمل يدي باش نلمها مليح. نخلط ونزيد في الفرينه. المهم انا درت لي 2 كيسان ونص، وللعلم تقدر تدي لك 2 كيسان برك. كاينه فرينه تتشرب وكاينه فرينه ما تتشربش. المهم نتاعي هي ميزانك. نزيد حتى نشوف لاباط تاعي تجمعت ونشوفها طريه، ما لازمش تجي قاصحه. ولهنا حبيباتي انا عندي هذا الطبع، بالنسبه اللي ما عندهمش طابع ولا ديروهم هكذا ديبول ودير لهم اشكال هكذا بالفرشيطه من فوق، ولا ديرهم مقروطات ولا باي شكل تحب، كيما تفاصليهم كيما تحب. وهذا الطوابع متوفرين في الحوان تاع لوازم الحلويات. لهنا حبيباتي نكمل كامل العجينه تاعي نشكلها. ولهنا عندي هذه الأداة، هذه المغرفة اللي نعمروا بها العسل. شفتوا هذيك الدائرة من الوسط أنا نهبطها باش كي تبلي هذيك الحلوة نزينها في الوسط، ومن بعد ندخلها على فرن درجة الحرارة تاعو 180 درجة. كي تتحمر لي من تحت نعاود نشعلها من الفوق باش تتحمر، نحيها نديرها في هذا البلاطو باش نشربها. لهنا الحلوة تاعي راهي سخونة والعسل راهو بارد، الشربات راهي باردة، لازم نشربها مليح. بالنسبة لتزيين البنات انا عندي كاوكاو ملون بذوق البيستاش، واللي عندها امكانيات تزينها بالبيستاش ولا اي مكسرة عندها متوفر عندها في الدار. ولهنا الجاتو تاعي نخليه واحد 10 دقائق في السيرو باش يتشرب مليح. كملاحظه البنات بالك ديروا الشربات سخونه والجاتو تاعكم يكون سخون، سينو تعجن لكم.
لازم الكاطو يكون سخون والشربات تكون بارده باش هكذا تتشرب لك، تجي معسله مليح وفي نفس الوقت ما تعجنش. نخليها تتشرب واحد 10 دقائق ونحيها، نديرها في طبسي ونزينها قلنا كاوكاو بذوق البيستاش. بالنسبه للتزيين كل وحده تزين بحسب الامكانيات تاعها. وهذه الحلوه صدقوني عندها واحد الذوق ما شاء الله، ذوق نواد كوكو مع الزاز تاع القارص، والريحه تاعها راهي معبيه الكوزينه ما شاء الله. وتقدميه مع كاس تاع اتاي الله الله. ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتنجحوا فيها، وخصوصا ديروها في رمضان ومقاديرها راهي قليله. حاجه برك البنات، ما تنسونيش بلايكات وتعليقات شابين، واللي مازال ما اشتركتش في القناه دير ابوني للقناه باش يلحقكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.